بايطرو ديال الحليب صيبت كيلو ديال اليوغورت او الزبادي. الحليب خديته بأورو 15 واليوغورت خديته ب 99 سنت. غادي نخويو الحليب ديالنا، واخا انا ما كنشربش حليب، اول مره غادي نشريه غير باش نصايب بهاد اليوغورت. ايطرو ديال الحليب، وغنشعلو ليه البوطه مهيله ميديو ونخليوه بحال غيبغي يفيض وغنطفيو عليه. هادي كيسميوها الفراره، كل واحد في مدينته ما شنو كيسمي. الوصفه كتقول 2 معالق، غنديرو 2 معالق والمعلقه الثانيه، ونحركو هادشي. انا هادشي اول مره غادي نديرو، نشوفو كيفاش غادي يجي. واخا ما كيكونش عامر حتى لهنايا. ونسدو على اليوغورت ديالنا. هذا تقريبا كناخدو بشي 2.50 €. ندوزو نص كيلو الثانيه. احنا كملنا نص كيلو الثانيه، ندخلوهم الفران. اصلا هنا سخون. من بعد ما بات في الفران ليله كامله، هذه هي النتيجه. ومن بعد كنختاروا التخليطه العجيبه ديالنا. انا اختاريت كاوكاو والجيلسي اللي هو التوت، البنان، واختاريت الزريعه والشكلاط. يعني غادي يكون فيها الزريعه ديال نوار الشمس، الزريعه ديال القرعه الى غير ذلك. وغادي نخليكم مع صوت التقطاع اللي هو ASMR. والنتيجه يا سلام. علاش اللي ما يكونش هذا مشروع؟ لانه مشروع ناجح، وحتى التكلفه ما غاليش بزاف باش دير هاد اليوغورت. 2 كيلو غير بايطرو ديال الحليب، وغادي يعجب الناس بزاف. المذاق ديالو عجيب، احسن من هذاك اليوغورت اللي كيتباع بنكهات مسرطنه اللي كياكلوا وليداتنا. انا في المستقبل ولادي الا بغاو يوغورت نصايبوا لهم في الدار بكاع الانواع اللي بغاو. وجاءت اللحظه ديال التذوق. بداو بهذا اللي فيه الزريعه. يا سلام. وهذا ديال التوت. واو. وهذا ديال الخوخ. انا من عشاق الخوخ، واعر بزاف. وهذا ديال البنان. ديال البنان احسن من داك اللي كنا كناكلو فاش كنا صغار، وفيه مواد مسرطنه. والاخير ديال الشكليطه شكلاط. واو.